السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سلو او السفوف، كل واحد شنو كيقول لي على حسب كل منطقه. غنشارك معكم واحد السلو اللي كيجي لذيذ بزاف بالدقيق ديال القمح. فكيجي واحد السلو اللي لذيذ صراحه ما تشبعوش منه. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي اكثر من رائع. هنايا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي. يعني كيجي معلك كيف ما كتلاحظوا معايا. وندوزو على بركة الله الطريقة ديال التحضير والمكونات. عندي هنايا في المكونات حبة حلاوة، النافع، المسكة الحرة، الكوزة والقرفة. طبعا هادشي كامل راه منقي ومغسول، وضروري ما تصهدوهم شويه قبل ما تطحنوهم. عندي هنايا الزنجلان محمر، اللوز مهرمش، اللوز صاين، عندي إلان، عندي هنايا اللوز اللي مطحون مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كيطلق الزيت ديالو. عندي الزنجلان حتى هو اللي مطحون مزيان، وعندي هنايا الدقيق ديال القمح. كنشدو القمح كنقليوه طبعا، وكنطحنوه كندوه للطاحونه كيطحنوا لينا، ومن بعد كنغربلوه مزيان حتى يولي على هذا الشكل هذا. تقدروا تلقاوه حتى في الطاحونه كيتباع، الزرع مقلي وكيتباع. فكيجي صراحه زوين بزاف، احسن من الفورز. طبعا هنايا غادي نشارك معكم عبار صغير، ومن بعد عاد نخلط كل شيء، لحقاش شويه كتكون الكميه كثيره، فضروري ما نخلطوه في شي بانيو باش يتخلط السلو ديالنا مزيان. هنايا غادي ندير اللوز، وندير تقريبا هنايا نص كيلو ديال اللوز، نص كيلو ديال الزنجلان في كيلو الا ربع ديال الدقيق. هنايا عندي زلافه مع مرات ديال إلان، طبعا حتى هو محمر ومطحون ومغربل مزيان. ضروري ما تغربلوا المكونات ديالكم مزيان، ما تخليوهمش يكونوا يعني كيف ما ضروري يكونوا رطبين في هذا، تغربلوهم مزيان. هنايا غادي نزيد القرفه معلقه ونص، غادي نزيد مسكه حره، وغادي نزيد الكوزه. اهم حاجه في السلو انكم بحال الزنجلان تقليو يعني على عافيه تكون متوسطه، وتقبلوهم باش ما يتحرقوش ليكم. فاش كيتحرقوا لينا الزرايع كتجينا المروره في السفوف ديالنا. هنايا ضفت سكر كلاصي. طبعا السكر على حسب الذوق، وتقدروا تعوضوه بالعسل واخا العسل كينشف لينا السلو ديالنا، ولكن راه يعني تيكون الا كان عسل حر فكيكون السلو ديالنا صحي 100%. طبعا غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه. تقدروا ديروا الزبده، طيبوها مزيان حتى تولي على شكل نوازيط ويتحيد منها الحليب وتخلطوا بها. صافي غادي نخلط الخليط ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا. درت كلشي في البانيو باش يتعلك مزيان، وتقدروا ديروه حتى في العجانه باش يتعلك لكم مزيان. صافي من بعد غادي نزيد الزنجلان، ونزيد زلافه ديال اللوز اللي مهرمش باش كتجينا ديك القرمشه في السلو ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. فالطريقه راها ساهله. من الاحسن انكم ديروه في العجانه، يعني ديروا كميه بكميه باش ما كتعذبوش بزاف في العليك ديال السلو، باش كيختصروا عليكم شويه ديال التماره. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نخلط جميع المكونات مزيان مزيان حتى كي تجانسوا لنا جميع العناصر. صافي وغادي نقدموه على هذا الشكل هذا. انا درته هنايا على هذا الشكل في التبصيل. يعني لكم الاختيار، تقدروا تقدموه باي طريقه بغيتوا.
كنتمنى ان شاء الله الوصفة تنال اعجابكم وتجربوه وبالصحة والراحة، والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا على المشاهدة.